السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله الجميع بخير. اليوم بدي أعمل معاكم طريقة ساندويش الفاهيتا. أول خطوة بدك تضيفي زيت نباتي وتكوني مقطعة الدجاج بهاي الطريقة، يكون وسط، ما نضيف لا بهارات ولا إشي. أول إشي بدنا نترك الدجاج على نار عالية حتى يتغير لونه، بعدين بكمل معاكم باقي الخطوات. أول ما يتغير لون الدجاج زي ما انتم شايفين بهاي الطريقة، بدنا نضيف عليه البصل. طبعا بصل انا استخدمت هون، حطيت 3 روز، وبدنا كمان فلفل حار 1. بعد ما نضيف البصل والفلفل طبعا بنتركهم حوالي دقيقتين لحال، بعدين رح ننزل عليهم بالبهارات. البهارات اللي انا بدي استخدمها اللي هي ملح، كزبرة، فلفل اسود، رشة هيل، نص معلقة ماجي بودرة، بابريكا حلوة، بهارات الفاهيتا، وثوم بودرة، وبصل بودرة، وزنجبيل. بنضيفهم على الدجاج بسم الله من كل نوع، طبعا معلقة واحدة. واذا كانت عندك الكمية اكثر من دجاجة تقدري انك تضيفي معلقة ونص من كل نوع بهار. بس نضيفهم ونحركهم، بدنا نضيف عليهم زعتر ناشف. طبعا بعد ما نضيف الزعتر والبهار بدنا نخلط كل اشي مع بعض زي ما انتم شايفين هيك. زعتر لو كثرتي كثير زاكي طعمه معها. تمام، هسا بدنا نتركهم على ما يستووا كويس، بعدين بفرجيكم شو راح نكمل. وهيك بعد اول ربع ساعة طبعا بنتركهم مع بعض، بس نتأكد انه البصل طري شوي. بدنا نضيف عليهم بندورة. طبعا البندورة بدك تكوني مقطعتيها بهذا الشكل، 3 حبات كافية بتضيفيها عليهم. تمام، وبس تدبل البندورة مع الدجاج. اخر اشي بفرجيكم شو راح نحط. راح نحط الفليفلة، بس بالاول لازم نتأكد انه الدجاج والبصل والبندورة استووا منيح. اخر اشي بنضيف الفليفلة عشان الفليفلة ما تذبل ويضل فيها طعم كرشة. وهسه هيك تقريبا بعد نص ساعة لما تركنا البندورة طبعا استوت مع الدجاج. طبعا هاي المي او الزيت اللي راح يطلع ما بتكبيه، بتصفيه وبتدهني فيه الساندويش عشان انه نحمصه. هسه بفرجيكم كيف. بعد ما تأكدنا انه استوى تمام، بدنا نضيف عليه من كل نوع حبة فليفلة، خضراء، حمراء، صفراء، واللي ما بيحب اي نوع منهم تقدري انك تستخدمي اللي بتحبيه. بس طبعا هسه بعد ما تأكدنا بس نضيف الفليفلة، بس راح نخليهم حوالي دقيقتين ونطفي الغاز بس. واخر خطوة بدنا نعملها لما نحط الفليفلة زي ما انتم شايفين ونتركها دقيقتين، بدنا نضيف دبس الرمان. طبعا قبل هاي المرة في صبية كتبت لي انه سألتني شو النوع اللي بستعمله. انا بستعمل يا عنجرة لانهم اذكى 2، يا بتستعملي هاي النوعية. تمام، نوعيتها كثير منيحة، اللي هي يعني الدرة عشان اللي بيسأل. دبس الرمان ضيفي زي ما انتي بتحبي كثير، بتحبي قليل، بس لانه الدرة قوامها عن جد ثقيل انا حوالي يعني بحط 4 معالق بس. وهسه بدي اعمل معاكم مثومة بطريقة ثانية، لانه كثير اجاني طلب انه اعملها قدامكم. اول اشي بدك تبلشي فيه، بدك كاسة مي. كل كاسة مي بدك تحطي عليهم معلقتين نشا. تمام، هسا القوام اللي انت بدك اياه لما انت تيجي تستخدميه بدك تفرديه. شايفه كيف انا فارده هيك في الصحن؟ بدك تكوني انت فردتيه علشان يبرد. اذا ما خلتيه يبرد تماما رح يفرط معاكي، لازم تخليه يبرد. هسا الجو بارد بتقدري تعمليها قبل الوقت وتخليها تبرد. اذا بايام الحر لا، بفضل انك تعمليها تستنيها تبرد وتحطيها بالثلاجة مدة 20 دقيقة. اول اشي زي ما حكيت لكم المقدار اللي انا هان عامله، كاسة مي كبيرة عليها معلقتين نشا، بتذوبيهم على البارد بعدين بتضيفيهم على الغاز. بتضلك تحركي فيهم حتى القوام يتماسك معاكي لتوصلي لهذا القوام، وبتفرديه زي ما انت شايفة. الخطوة الاولى اللي بدي اعملها، بدي راس تومة كامل. هسا التومة اللي بتحب انها تزيد عادي حطي قد ما بدك، بس انه لهاي الكمية راس واحد كافي. تمام، اول اشي بدنا نضيف التوم، بعدين بدنا نضيف الليمون. بدك تكوني عصري ليمون حبة واحدة بتكفي. هسا راح افرجيكم. هسا شو بدنا نعمل بعد ما ضفنا راس الثومي كامل. عصير حبة ليمونة. تمام، وبتحطي معلقة ملح صغيرة
بدك تخلطيهم، بعدين بتضيفي النشا. هسه زي ما شفتوا بعد ما ضفنا المكونات زي ما حكيت لكم، راس ثومي كامل، عصرة ليمون، معلقة ليمون، ملح صغيرة. بدك تضيفي كمية النشا، ولا تخافي كل ما كانت رخيصة ما راح تكبتر معك، بس لازم تكون باردة. برجع بأكد عليكم. هسه راح نخلط كل هاي المكونات مع بعض، بعدين راح نصير نضيف في الزيت شوي شوي. والافضل اللي بيكون عندها يعني هيك بتقدر انها تشيل الغطاي اللي فوق للخلاط احسن، عشان تصير تضيفي عشان ما يطلع لبرا. وهيك بعد ما خلصنا بدي افرجيكم بس القوام. هاي ما بنحط معاها بيض، تقدري انك تحتفظي فيها بالثلاجة من اسبوع لاسبوعين ما بصير لها اي اشي، تمام. بس انا بدي افرجيكم كيف القوام. بسم الله. هسه بتحطيها بالثلاجة وبتتركيها لما تبرد بتجمد معاكي اكثر، تمام. وبعد ما خلصنا وحشيتها بالساندويش، هسه بدي اعملها احمرها، تمام. السندويشات اللي ما عندها جريل عادي بتقدر انك تحطي زيت نباتي بصينية ما تكون بتلزق، بتضيفي الساندويش زي هيك وبتحمريه على الجهتين. راح اخلص الكمية وارجع لكم. لما تحطي بالصينية زيت زي ما حكيت لكم، اللي بيكون الزيت اللي طلع من الخلطة اللي هو هذا، تمام. بدك انتي تدهني فيه وجه الساندويش بهاي الطريقة، تمام. بعطيها طعم كثير زاكي، اللي هو من نفس الزيت اللي عملنا فيه الباهيتا. راح اخلص الكمية كلها وارجع لكم. وهيك وصلنا لاخر الفيديو. طبعا السندويشات هيك شكلها بعد ما تتحمر. تقدري انتي تحطي اللي بدك اياه، جبنة تحطي جواتها لما تحمريها عادي زي ما انتي بتحبي. طبعا هيك انا بكون وصلت للجزء النهائي. طبعا هاي سلطة جرجير، ان شاء الله راح اعمل لكم اياها فيديو افرجيكم الطريقة، واللي حابب انه يعرف الطريقة يكتب لي في الكومنتات. صحتين والف عافية. لا تنسوني من الدعم ومن اللايك والشير.